الفتى المشاغب اللي قدر انه يدخل لقلوب المغاربه في وقت قصير، واللي بسبب التهور ديالو قتل شخص بالغلط، وكذلك بسبب الشغب كان غيسالي المسيره الكرويه ديالو قبل ما يبداها. فكيفاش دار ليها امين حريت، وكيفاش قدر انه بالموهبه ديالو يبغيوه كبار انديه اوروبا، وشنو مصيره مع المنتخب المغربي؟ امين حريت. راح امين، فرد امين، سدد امين، جول 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 لامين حارث، يسجل هدف الاطمئنان، يسجل هدف الامان لفريق مارسيليا. فرحه كبيره في مدرجات. جول، هدف التقدم. حريت حل عينيه لأول مرة يوم 18 يونيو 1997 من بعد ما هاجر الوالدين من الدار البيضاء وقرروا التحدي في بلاد الغرب فرنسا، بالتحديد بونطواز ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. أمين حريت بدا معاه العشق ديال كرة القدم في سن صغير واللي ما كيتجاوز 6 سنوات، فدا الأب ديالو باش يسجلو في نادي إسبيرونس دو باغي في شهر دو جانفي. وفي هاد الفترة المسؤولين ما كيقبلوا حتى شي لاعب جديد، لكن دوز حريت الاختبار وتأكدوا بلي عنده مستقبل في كرة القدم. فبدا حريت كيطور الموهبة ديالو داخل النادي، وفي عمره 10 سنوات حريت غيشارك في مباراة ودية مع الفريق ضد باريس سان جيرمان، فرغم خسارة فريقه بنتيجة 1-0 إلا أن حريت قدم مباراة عالية الجودة، الشيء اللي غيخلي مسؤولي بي اس جي ما يفلتوش من بين يديهم هاد الموهبة. ودوز معاهم بضعة شهور، لكن بسبب بعد المسافة بين مقر سكنه وباري قرر الأب ديالو باش يرجع الفريق الأم. وبسبب تألق حريت داخل الملاعب قدر في سن 13 سنة انه يدخل لكلير فونتين الوطني، واللي غيعطي اشاره كبيره لانه من بين المواهب الصاعده اللي يمكن للديك الازرق يستافد منه مستقبلا. وفي سنه 2015 انتقل حريت للفريق الرديف نونت، وهنا بدا حريت التالق ديالو مع الفريق وبدا كيرسم طريقه نحو الاحتراف. فبالمهاره اللي عنده قدر انه يقتحم المنتخب الفرنسي قل من 19 سنه، وقدر انه يفوز بلقب اليورو 2016 بالمانيا بجوار كيليان مبابي. المدرب ديالو ديك الساعه في المنتخب لودوفيك باتيلي صرح انه امين حريت هو احسن موهبه لعبات اليورو، فقط خصو ينقص بعض الزيادات اللي تقدر تضرر ليه المسيره الكرويه ديالو. فتالق امين حريت خلات كبار الانديه بحال بايرن يبغيو يحصلوا على خدماته، لكن الفريق نون رفضوا، بغاتو يلعب للنادي في فئه الكبار بقياده ريني جيرار. وفي يوم 13 غشت 2016 غتكون اول مباراه لحريت مع الفريق الاول ضد نادي ديجون، وتختار حريت كافضل مراوغ في المباراه ب6 مراوغات ناجحة. فحريت كانوا عليه بزاف ديال الضغوطات على ما يقوم به خارج الملعب، فكان كثير السهر وقليل التدريب، وكانوا المشجعين كيعتبروه من اللاعبين المشاغبين. فبمساعدة وإرشادات المدرب سيرجيو كونسيساو في ذاك الوقت قدر يتغلب على هاد العادات السيئة، الشيء اللي خلى حريت في إحدى التصريحات قال باللي كون دار داكشي اللي كيدير في نونت في ألمانيا كانت غتسالي المسيرة الكروية. بعد موسم واحد مع نونت نادي شالكا تعاقد مع اللاعب المغربي بمبلغ 10 مليون يورو لمدة 4 سنوات. 19 غشت 2017 غتكون أول مباراة للاعب مع النادي ضد نادي لايبزيغ، وقدر أنه يصنع هدف للفريق. وفي خلال مباراة بين شالكا ونادي بروسيا دورتموند حريت غيكون في دكة الاحتياط. في الدقيقة 25 كانت خاسرة شالكا ب4-0، ودخل حريت في الدقيقة 33 قدر أنه يغير مسار المباراة بحيث سجل الهدف الثاني للفريق وتسبب في طرد مهاجم دورتموند أوبامينغ، وكذلك صنع الأهداف الثالث والرابع. وانتهت المباراة بالتعادل، وهذا الشيء اللي غيخلي امين حريت يضمن بلاصتو في المنتخب المغربي بعد ما اختار يلعب بقميص المغرب. فكانت اول مباراة ليه مع الاسود يوم 7 اكتوبر 2017 ضد الغابون في تصفيات المؤهلة لكأس العالم. فشارك حريت مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 وقدم اداء لا بأس به، لكن مباشرة من بعد المونديال حريت تسبب في قتل مواطن مغربي في المدينة الحمراء مراكش بسبب السرعة القصوى اللي كان غادي بها. لكن حريت قدر انه ينجح باش ما يتحكمش بالسجن بعد ما تفاهم ماديا مع عائلة الضحية، الا انه اثر عليه داكشي نفسيا، والشي اللي غيخليه يرجع للعادات ديالو القديمة. وهنا نادي شالكا غيلاحظ نقص انتاجية حريت داخل الملاعب وغتوقفوا في العديد من المباريات، لكن قدر يخرج راسو من الضغوطات. حتى لجوج سبتمبر 2021 حريت غيمشي اعارة لنادي مارسيليا لمدة سنة واحدة. خلال اول ظهور له مع النادي صنع تمريرة حاسمة ضد موناكو، ويوم 19 سبتمبر
حارث غيكون سجل اول هدف ليه في الموسم ضد ستادرين حتى لسبتمبر 1 2022. اعلن نادي مارسيليا عن قرض جديد لحارث لموسم جديد، وكذلك حصل على اول انطلاقه له في دوري ابطال اوروبا في 4 اكتوبر ضد لشبونه، قدر انه يسجل الهدف الاول للفريق في الدقيقه 16، وكذلك قدم تمريره حاسمه في الدقيقه 28 حتى ل 13 من هذا الشهر. حارث كانت بقات ليه مباراه واحده ضد موناكو، وغيلتحق بالمنتخب المغربي في قطر لكأس العالم من بعد ما تم استدعاؤه من طرف المدرب. ففي الدقيقة 61 من عمر المباراة غيتصاب لاعبنا المغربي في الركبة ديالو، واللي خرج وليد الركراكي وقال باللي إصابة حارث ما يمكنش يكون من ضمن التشكيلة الرئيسية في كأس العالم قطر، والخبر خرج كالصاعقة على الشعب المغربي. وهنا غنكون وصلنا لآخر الحلقة، ونتمنوا الشفاء العاجل للاعبين المغربي والرجوع لأرضية الملعب في أقرب وقت، ونتمنوا حظ موفق لأسود الأطلس في قطر.